في عالم ذكريات السوبر افريقيا 2006 بين الجيش والاهلي المنتهي للاهلي بركلات الترجيح. ورخاني غادر الميدان ودخول 40 حضراف. عبد الحفيظ عبد الفتاح حضرف. هنا محاولة انتزاع الكرة ولكن اقرب الدفاع. ترجع كرة ليانج افريكانز، استلام ترسل بسرعة لكن تسلل موجود، تسلل واضح تماما. المساعد يرفع الراية. انجح دفاع الجيش في تطبيق مصيدة التسلل اللي وقع في يانج افريكانز في زنجبار في امان ستاديوم. كرة لصالح فريق يانج افريكانز الان. يانج افريكانز خطير، محاولة الاختراق ولكن الدفاع المغربي ما زالت المحاولة قائمة. خطورة واضحة من جدر مطلوبة. كرة ثابتة والركنيات، شفنا خطورة واضحة من جانب يانج افريكانز. هذه الركنية تتنفذ وكرة تمر بسلام، تمر بسلام إلى ضربة مرمى لصالح فريق الجيش. مويندا 33 مويندا، ترجع كرة من اكوا يونس عبد الحميد، تعود للاعب التشادي اكوا يزيد من السرعة، قوي جدا بدنيا. تو كارنيرو والحكم صفر الخطأ. الحكم صفر الخطأ. كرة ليانج افريكانز، الاحتكاك كان عادي، مكاتفة كتف بكتف، ولكن ال 22 مع الوداد وخسر النهائي مرتين 2019 و2023. كرة منطقة جزاء فريق الجيش. تيغناوتي رايح، تيغناوتي ببراعة ينقذ مرماه من هدف محقق. تيغناوتي والتصدي كان تصدي بشكل ممتاز، رد فعل سريع. كرة بهذا الشكل ممكن نسجل. كرة ترجع عند فريق يانج افريكانز، عند ماكسي انسينجالي. ماكسي خطأ موجود وفيها بطاقة صفراء، بطاقة صفراء في وجه ماكسي رقم 7. سلامات للاعب الجيش. يتلقى انتر انسينجالي، كرة ثابتة، خطأ، فرصة لالتقاط الأنفاس. هنا الجيش المغربي في هذا الاختبار الأفريقي القاري في إطار دوري الأبطال. كرة طويلة منطقة يانج افريكانز، ترجع عند الحارس ديارا. طقس الحرارة والرطوبة صعب يبذل مجهود كبير في الشوط، يحاول اختزال المجهود للشوط الثاني. هذه كرة يانج افريكانز، تتحول كرة في اليمين، محاولة خطيرة مويندا. يانج افريكانز، الكرة ليانج من اجل اختراق الدفاع المغربي ولكن بثبات. كرة عند التيغناوتي. رضا ينفذ ركنيه، يفضل التمرير، ترجع له الكره. رضا السليم على مستوى الثاني، راسيه خطيره. اخطر كره لزوزوا مذكر يحيى اكوا يستلم، اكوا يحاول مرور مع التو، كره اخذها كارنيرو واعتراض موجود. اللوداني مروان، لمسه ممتازه مع انطلاقه مغربيه لكن اقرب الدفاع. كره طارت، كره كانت من
دراك باتجاه رضا السليم. دفاعات يانغ افريكانز. هنا عودة الفحلي يقوم بالواجب الدفاعي، وكرة ل 15 محمد للوراء للقيام بالعملية الهجومية. كرة سوسوا تبعت من يونس عبد الحميد، يتدخل لوداني ترجع ليانغ افريكانز، يلمس كرة اكوا يونس عبد الحميد يشتت الكرة تتحول بجانب محمد حسيني. كرة تلعب باتجاه المرمى السهلة عند التكناوتي، ارتماء من جانب حارس مرمى تكناوتي، يرسل كرة طويلة في منطقة يانغ افريكانز. اقرب الدفاع، تمرير عند مواندا وتدخل من احمد حمودان وفي هذه اللحظة صافرة سليم غادر الميدان، ودخول 17 دخول حمزة خابة. يرجع للجيش الكرة في وسط الميدان، كرة طويلة في منطقة يانغ افريكانز في محاولة مغربية، حاول المرور حمودان وركنية افريكانز. كرة في ظهر الدفاع اكوا، ولكن الراية مرفوعة، وجود التسلل، يرفع الراية حكم المساعد، والكرة ترجع بركلة حرة غير مباشرة التعادل. كرة تلعب الآن من عبد الفتاح حضراف، يخطف التمرير اكوا، ارجع كارنييرو اقرب، بينما الخط موجود. سلامات اصابة تعرض لها لاعب فريق الجيش، حريمات يفضل الاحتفاظ بالكرة يخسرها، ترجع لفريق يانغ افريكانز في التحول، ولكن في خطأ. كرة عند 10 زوسوا يتابع تتمرر من 7، يخطب التمرير انسنجيلي، خروج الحارس تيانا. اه 33 مويندا اكوا بالسرعة حاول مر، ولكن معاه كارنيرو رجع وقام بالضغط. يلا نقولي زوسوا بلمسة التقدم الآن حسيني، كرة خطيرة جدا، التحضير في منطقة الجيش اكوا والحارس تكناوتي والابعاد في اخر لحظة. ترجع كرة من جديد، تعود كرة فريق الجيش. هنا محاولة الخروج بالكرة بالضغط العالي على حامل الكرة، الحكم يقول لا شيء، بينما صفارة موديست تحتسب خطأ لفريق الجيش. امامنا كرة اكوا اللي كان في تردد، ولكن ابعدها في لحظة من حمزة في اليمين عند الفحلي ينتظر مساندة، يرفع كرة الفحلي وراسية عند ديارا، اخطر كرة وابرز كرة، وكان ممكن تكون اروع كرة لو سجلت. كرة من الفحلي بالمقاس، شوف الفحلي استلم يوسف، يرفع كرة بالمقاس امام الراسية عند الحارس لو كانت في البعيدة. الفحلي المليمتريك والباص وارتماء اخيرة، كرة من يلعب على الطرف، دفع بجون ادموند اول استبدال في تشكيلة يانغ افريكانز. هنا التغطية تتم، حمزة حاول الضغط، حاول ارباك دفاعات يانغ افريكانز، ينجح في الخروج بالكرة الفريق التنزاني. فرصة طويلة، هذه الانطلاقة الان ومحاولة خطيرة جدا والهدف عن طريق برينس بالسرعة يتفوق على دفاعات فريق الجيش. برينس يسجل كرة التقدم، تمتع بصنعة فائقة، يسجل هدف التقدم لممثل تنزانيا. ضرب دفاع الجيش بعد انطلاقة كبيرة، فرحة الفريق التنزاني بهذا الهدف، يدرك صعوبة المهمة
امام دفاع قوي، ولكن سجل فريق يانغ افريكانز بعد برنس توبي من زيمبابوي. ثاني موسم لي مع فريق يانغ افريكانز، لعب 4 سنوات مع عزام. هو لاعب بدا مشواره مع هايلاندرز في الدوري المحلي في زيمبابوي. شوف الإعادة، كرة طويلة تفوق على البطيء يونس عبد الحميد، زاد من الصنعة، دخل بالكرة المنطقة وسدد في البعيدة. سجل الرشيق برنس دوبي. لما الشوط الثاني يعني لو فريق الجيش يتحرر اكثر ممكن يعدل. كرة طويلة، كرة مرت وراسية تصيب شباك يانغ افريكانز. الكرة في البوكس تبعد والمحاولة مستمرة. طاير جول 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 على طريقة ماركو فان باستن، على الطاير جول جول جول. اوه على الطاير، الكل يستغرب. سانتوس اعطيني اللعاب هذا مرة أخرى لفريق الجيش. إن شاء الله قرار إلغاء الهدف ما يأثرش. هنا التدخل هو رمي التماس. الباش يرجع كورة الباش لوراء، تلعب الآن عند لوداني سانتيتيان. ترجع كورة بانطلاقة الآن سريعة، حاول لإمويندا بينية، نقلات سريعة تبعد، حاولة هجومية، التسديد من بعيد، ضربة مرمى لصالح فريق زوزوا. فاحلي مع زوزوا، ترجع كورة للوراء، فاحلي يتدخل، كورة منطقة يانغ افريكانز. سليمان طولها بعد قم في حوار عربي الجيش الملكي والاهلي المصري. كورة في اليمين، انس الباش يرفع كورة الباس سهلة عند ديارة، عند الحارس ديارة في مسيمبا ب9 من 3 مباريات. كورة تبعد والحكم يقول خطأ، احتساب خطأ. كرة ثابتة، إن شاء الله الكرة تنصف فريق الجيش، إن شاء الله التوهم. خطأ لفريق الجيش. كرة ثابتة الآن من مكان هام جدا، كرة باتجاه المرمى، الحارس بثبات ديارة، عند ديارة حكم يصفر الخطأ. آخر 10 دقائق على انتهاء الوقت الرسمي وبطاقة صفراء. حكم يستدعي الطاقم الطبي لفريق يانغ افريكانز لاسعاف الحارس ديارة.